السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلنت وسائل إعلامية جزائرية أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تلقى اليوم الأحد مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حدد فيها موعد زيارة الدولة المرتقبة لتبون إلى فرنسا. وحسب بيان للرئاسة الجزائرية فقد اتفق الرئيسان الفرنسي والجزائري على النصف الثاني من شهر يونيو المقبل موعدا لهذه الزيارة. وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية: تلقى رئيس الجمهورية اليوم مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون قدم له فيها وللشعب الجزائري تهانيه بمناسبة عيد الفطر. وأضاف: كما تطرق الرئيسان إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما في ذلك زيارة الدولة لرئيس الجمهورية إلى فرنسا، واتفقا على النصف الثاني من شهر يونيو المقبل موعدا لهذه الزيارة، حيث العمل جار ومتواصل من فريقي البلدين لإنجاحها. يشار إلى أن العلاقات بين فرنسا والجزائر تعرف مدا وجزرا طيلة الفترة الأخيرة. في المقابل لا يزال المغرب يرفض ازدواجية مواقف باريس من قضية الصحراء المغربية عكس مدريد وواشنطن.